السلام عليكم الغسالات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جمعت لكم ثلاثة الفيديوهات فيهم الخلطة الحنة اللي هي هذه، ومعاهم رشمات الحنة ديال الدعامرة من الفوق ومن التحت مع اللون النهائي، وكذلك كيفاش تصايبي القمع باش تخدمي بكل سهولة بلا ما تحتاجي الإبرة. هنا كيف ما شفتوا معايا خديت حنة تزارين نوعية مزيانة، تأكدوا أنها تكون الأصلية ويكون اللون ديالها خضر، يعني تكون جديدة عند الحانوت. كتاخدوا الكمية اللي كتناسبكم، من بعد كنزيد عليها الماء والملح. هنا كما كتشوفوا غناخد القياس ديالي الملح، يعني ما تكتروش بزاف، وغادي نعمر الماء من الروبيني كما كتشوفوا. يعني انا ما بغيتش نقطع معكم التصوير نهائيا باش تشوفوا جميع المراحل والخطوات، يعني بحال اللي راني جالسه معاكم. هنايا من بعد ما خديت داك الماء من الروبيني، ناخد دوليود الاطلس اللي هو هذا داك البيدو الكبير، وكاين فيه جوج انواع اخرين صغارين ديال القصدير. هنا الصراحه تكب ليا بزاف لان مع التصوير وهذا يعني تكب لي بزاف، ولكن داركت الموقف وزدت شويه الحنه. ولكن نتوما ما تزيدوش هاد الكميه كامله ديال الدوليو، حاولوا ما امكن ديروا غير شي شويه، يعني تعبروا بالمعلقه اولا تكونوا خاويينه في شي قريعه صغيره. هنا غنبقى نزيد الماء، واخا تبان لكم جاريه راه غادي تجمع ليا مع التحريك. فهنايا من الاحسن نتوما تبقاو تزيدوا الماء شويه بشويه باش ما يغلبكمش القوام ديال الحنه تجيكم جاريه ولا شي حاجه. يعني من الاحسن تزيدوا شويه بشويه وانتم كتخلطوا. كما كتشوفوا هي تجمعات معايا بالنسبه لي انا، حيت عارفه العبار ديال الماء وداكشي، عارفه زعما شحال غادي يدخل لي في هذا الماء. فكنزيد الضيوفه واحده وكنبقى نخلطها مزيان، راه كنعطيها الوقت في التخلاط حتى كترجع كريميه، ما كيبقاوش فيها الحبيبات، وكتخدم مزيان، يعني كترجع طالقه الخيط كيف ما كنقولوا. وهنا غادي ناخذ تقشيره ديال لي باموس، ديريها في اي غراف، كاس اولا حتى في الباكيت الحنه ماشي مشكل. من بعد غادي نصفي فيها هذا الخليط ديالي ديال الحنه. كما كتشوفوا الحنه كتبقى لكم بهذه الطريقه خضراء وزوينه، كتحافظ على اللون ديالها، ماشي بحال فاش كديري لها الماء سخون. انا اصلا هذا النوع ديال الحنه ما كنستعملش معاه الماء سخون. كاينين انواع اخرى اللي كيبغيو ديري معاهم ضروري الماء سخون باش كيطلقوا، فكيرجع اللون ديال الحنه كحل، وفي التصوير اولا فهذا ما كيبانش الصراحه زوين. المهم هنا في التقشيره راكم شفتوا كيبقاو غير داكشي اللي ما تخلطش مزيان مع الحنه. ومن بعد هنايا خليتها على ما جبت الشوكه وغسلتها وداك الشيء. كما كتشوفوا الدوليو راه كيبقى يتجمع ملي كتكثروه في الحنه، كيبقى يتجمع، وداك الشيء علاش كيبقى يعذبكم في الخدمه، وكيبقى يخرج كيسيح مع الحنه، ما كتجيش رشمه زوينه، وكيبقى يطلق في اليد كامله. وهنايا كما كتشوفوا كنعمر البره ديالي المره الاولى وكنخويها وكنعاود نعمرها المره الثانيه باش كيتغسل من هذاك الماء وداك الشيء لان عاد غسلتها. وكما كتشوفوا يعني راه طالقه الخيط. هنا غادي ندوز نطبق معكم الرشيمه، وضروري كما قلت لكم تخرجوا منها الهواء، نسيت ما قلتها لكمش دابا. يعني كتخرجوا منها الهواء باش ما كتبقاش تخرج لك الحنه بوحدها. اما هنايا الرشمه راني درتها باليد اليسريه، والصراحه في الاخير طلعت النتيجه زوينه، ولو انني تعذبت بزاف فيها وخدات لي وقت، وزائد انني يعني راكم عارفين ملي كتكوني كتخدمي باليد اليمنيه فكتجيك اليسريه صعيبه، خصوصا هاكا الليل. واختاريت انا هضرت مع عامره بزاف الصراحه تعديت على راسي، ولكن ماشي مشكل، النتيجه الصراحه كتستاهل وكتستحق هذا التعب. المهم انا عجبتني، وكاين اللي يقدر ما تعجبهاش لان كاينين بنات اللي ما كيبغيوش النقش العامر بزاف. ونخليكم مع الفيديو على ما تسالي النقشه ان شاء الله، وغادي غتشوفوا معايا اللون النهائي وكل شيء في هذا الفيديو. وغادي ندوزو ان شاء الله نصايبوا داك القمع، يعني النقاشات او المبتدئات اللي باغيين يخدموا بالقمع ما كتجيهم الابره صعيبه. فهو الصراحه ساهل في الخدمه، خصك غير تتبعي الخطوات اللي غنعطيكم في الفيديو، زائد انك تبقاي تدربي به مده طويله، حتى هو راه كيبغي التدريب بحالو بحال الابره النقش. يعني لما تدربتيش راه ما غاديش تعطيك النتيجه في النقش، وما غاديش يساعدك نهائيا.
هنايا رجعت لكم بعد ما شفتوا النتيجة ديال النقش. المهم الصراحة حتى الكاميرا كتظلم اللون بزاف، فهو خارج زوين تبارك الله ما شاء الله. نتوما كتشوفوا هنايا وانا كنصايب معكم القمع راه كيبان لكم اللون ديال الحنة. المهم هنايا غادي ناخذ بلاستيك غذائي كيف قلت لكم كيتباع عند المحلات، اللي كيكونوا كيصايبوا لي دغاجي وكيبيعوا داكشي ديال الحنة وداكشي د الحلوى وكلشي. المهم هنايا كتاخدو كتقطعوه على شكل مستطيل وكتاخدي الجنب ديالو كتبقاي تلويه على يدك، يعني كتبقاي تلويه على شكل كورني. المهم فيديو بالتفصيل وبكلشي راه كاين في القناة الثانية ديالي اللي هي صفاء حنة. الا بغيتو نخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو الا بغيتو تشوفوه يعني بالتفصيل الممل وبطريقه يعني ما مسرعاش. انا سرعت الفيديو شويه باش ما يجيكمش طويل. المهم كناخدو كنبقى نلويه كندير واحد الابره ديال التنبات ديال العقيق رقيقه بزاف باش كتخلي لي داك الراس ديالو رقيق بزاف، وكتبقاي تلويه على حسب الطول اللي بغيتي. انا هنا كيعجبني يكون طويل ورقيق باش كيساعدك في الخدمه، يعني باش كتشديه كيجي تقريبا بحال الابره ما كيعذبكش بزاف. وكناخدو سكوتش يعني كنسدو له دوك الجوانب كاملين. من الاحسن تسدوهم باحكام باش من تكونوا كتبركوا على الحنه ما يطرطقش ولا ما تخرج لكمش، يعني خصوصا الا كنتو عند الكليانات باش ما تخرج لكمش الحنه مع الجانب اولا هكا. المهم غادي ناخد يعني كنصايب سكوتش انا كنسدو مزيان باش ما يدير لي حتى شي مشكل، يعني ما يطرطق ما تخرج منه الحنه. وصافي غادي نعمرو بالحنة اللي هي عندي من ديك التخليطة الأولى، حيت درتها مطلوقة غادي تجيني زوينة مع القمع وكذلك كتجي زوينة مع الشوكة اللي الراس ديالها رقيق. هنا خديت الإبرة باش كنعمرو باش كنتفادى إلا كانت حتى شي حاجة، يعني حيت هو راه رقيق بزاف على الإبرة، لذلك خصو الحنة تكون يعني مصفية مزيان ومطلوقة باش ما يعذبكمش في الخدمة. المهم هنا غادي نبقى ندير له بحال ديك الطريقة اللي شفتو باش كتدخل الحنة حتى لداخل. وبالنسبه للتجميع كنبدا نجمع له هكا الاطراف ديالو الجنيبات بجوج، من بعد داك الوسط اللي بقى عندي طويل كنبقى نلويه وكنجيبو لداخل يعني الوسط كما كتشوفوا في الفيديو. كنلويه مزيان وكنسدو باحكام وكنعاود نلوي عليه السكوتش باش نتفادى يعني كيف قلت لكم في الاول الحنه تخرج اولا الطرطاق اولا شي حاجه. فهنا كنسدو مزيان بالسكوتش. وغادي نبدا نرسم به كما كتشوفوا في الاول راه ساعدني بزاف. وجا زوين الصراحه ورقيق بزاف يعني لدرجه انه كيجي متقون بزاف في الخدمه. كما كتشوفوا هنا كيبان لكم بحال كيتعكس لي، ولكن انا راه كنت ما عارفاش نخدم به حيت كي قلت لكم انا مولفه بالابره. فهنا كتشوفوا يعني راه شويه معكس وشويه مطلوق. هنا اكتشفت بانني راني كنضغط على داك الراس ديالو كنحطو بزاف على داك التصويره فكيتسد وكيتخنق ما كيبغيش دوز لي الحنه، ولكن كيسحب ليه هو اللي كيتخنق. ولكن اكتشفت بان انا اللي فيا الديفو كنحطو على ديك الورقه فكتسد له ديك التقيبه ملي غتخرج الحنه وكيتخنق ليا. هادشي علاش قلت لكم يعني فاش تبغيو تعلموا النقش سواء بالابره اولا بالقمع او باي اداه واحده اخرى، من الاحسن انك تبقاي التدريبات فاش كتبقاي تدربي وتعاودي الاغلب ديالك كتعاودي تعلمي منهم. فهنا كما كتشوفوا يعني مشات لي الحنه هي هذيك. عاوتاني هنايا في هاد البابوشات كنت في الاول كنلصقها مع التصويره، من بعد ما بقيتش كنلصقها شفتوا كيفاش خدمات لي. يعني فاش كتهزي القمع على اليد ولا على داك الصوره فكيخدم مزيان. وكما شفتوا راني كندرب بزاف، يعني انا فاش كنشد الحاجه كنبقى ندير هكا ببوشات ندير معينات مربعات دواور، يعني باش نطلق يدي مزيان في داك التعلم ديالي. وكنتمنى يكون الفيديو عجبكم وشكرا لكم.